علم لدى المصحة. ذكر طبيب الفريق الدكتور محمد العرسي أن الزروالي 33 عاما كان يعاني من تسمم دوائي عقب تناوله كمية من الأدوية للتخفيف من ارتفاع درجة حرارة جسمه. وأضاف طبيب الفريق أن الزروالي تعرض لتسمم في الكبد بعد تناوله 3 علبات من الباراسيتامول في ظرف 24 ساعة للتخفيف من الحرارة، موضحا أن الحالة الصحية للزروالي الذي أدخل المصحة يوم الأربعاء الماضي كانت جيدة حتى يوم الجمعة، حيث تدهورت بشكل مفاجئ فأصيب كبده بشكل خطير مما أدى إلى تدمير الخلايا. وحسب رئيس الفريق عبد السلام حنات فإن نادي الرجاء البيضاوي كان قد باشر إجراءات نقل المرحوم إلى أحد مستشفيات مدينة بوردو الفرنسية قصد إجراء عملية جراحية لزرع الكبد، بيد أن الأطباء في قسم الإنعاش بالمصحة أكدوا أنه يستحيل نقل اللاعب وهو في تلك الحالة. يذكر أن زكريا الزروالي كان قد بدأ مسيرته الكروية في صفوف فريق المولودية الوجدية عام 2004 قبل أن ينضم لفريق الرجاء الذي لعب معه 5 مواسم أحرز معه خلالها لقب البطولة الوطنية عام 2009 ودوري أبطال العرب عام 2006، كما لعب بعض المباريات في صفوف الفريق الوطني. هذا وري جثمان المرحوم الثرى بمدينة بركان مسقط رأسه. فقدت الأسرة الرياضية المغربية صباح اليوم مدافع الرجاء البيضاوي زكريا الزروالي الذي وفاته المنية بعد معاناته من مرض التهاب الكبد عن عمر ناهز 33 عاما. ونقل الزروالي إلى مستشفى مرسى السلطان بالدار البيضاء قبل يومين بعد إصابته بالتهاب كبدي، وتحسنت حالته ليوم قبل أن تعوده المعاناة في اليوم التالي. وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية مع فريق مولودية وجدة قبل أن يحط الرحال بالرجاء البيضاوي في عام 2005، وقد مثل منتخب المغرب في عدد من المباريات آخرها ضد الكاميرون ضمن تصفية كأس العالم 2010. لأن المصائب لا تأتي لوحدها، تكبد نادي الرجاء الرياضي وكرة القدم الوطنية خسارة أخرى. زكريا الزروالي أسلم الروح لبارئها أمس الأحد. تضاربت الآراء حول تحديد توقيت الوفاة. خلال هذه الليلة هذه احنا كنا بقينا معاه خلال تقريبا 5 الصباح. بدا كيدير يعني دي زاري كاردياك ريبيتيتيف. هاد لي زاري كاردياك ريبيتيتيف كيفيق من لاري كاردياك عاوتاني كيمشي في لاري كاردياك بعد المحاولة ديال ساعة ولا ساعة ونصف. في ديك الساعة ما لا أمانة الدم ولا أمانته. حتى 4 ديال الماتان حنا ما عرفناش بلي كان ميت، ولكن دابري لي رونسينمون اللي كانوا عندنا دكتور بروفيسور العرسي قال الولد قال له بلا فير 2 ولا غادي نهضر معاك الا كان شي حاجه. ايفيكتيفمون هو ما هضرش معاه، خلاه ملي كان مات ما بغاش يخلعو، هو كان ناعس. الراحل زكريا الزروالي صانع أفراح الرجاء البيضاوي عرف بذماتة أخلاقه داخل وخارج الملعب. اليوم ودع الملاعب نهائيا بعد أن غيبه الموت. زملاء اللاعب ومدربيه لم يستوعبوا هول الصدمة. علامات الحزن والأسى بادية على محياهم. كاع الناس تتألموا من جهته. هذا قدر الله، ما عندنا ما نديرو. تنطلبوا ليه الرحمه ونزيدوا ندعيو معاه لان انسان طيب وغادي يخلي بلاصتو في الذاكره. رحيل اللاعب السابق لنهضة بركان ومولودية وجدة يعد خسارة كبيرة لكرة القدم الوطنية. عانى لوحده في صمت لأن خجله كان يمنعه من الشكوى. المكسب المسير للرجاء يفكر في تخصيص طائرة خاصة لنقل جثمان الفقيد نحو مسقط رأسه ببركان في انتظار وصول زوجته من بلجيكا. لاعبو الرجاء البيضاوي يدخلون غدا معسكرا إعداديا بمدينة الجديدة، وروح الراحل الزروالي حاضرة بينهم إلى الأبد.